وهنا نجد أنه يوجد تشابه بين الحالتين. يوجد تشابه بين الحالتين. الله 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 الله. في ايه؟ هشوف الفاخم ده. لا اديني فرصة أنا بقى أشوفه. اتفضل يا أستاذ. مين الفاخم؟ مين؟ السلام قولا من رب رحيم. الصلاة على النبي يا جماعة. في ايه؟ عليه الصلاة والسلام. مين؟ اسمك ايه؟ اسمي الأستاذ عبد الحكيم. اسمك أستاذ؟ عبد الحكيم. يعني الأستاذ عبد الحكيم حافظ؟ لا مش هو. في ايه يا جماعة؟ انتم محدقين فيها الأنظار كده ليه؟ محدقين الأنظار؟ أنت من الكفار؟ استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. يا عم دي أغنية. الله، ولمينا الكفار وعملنا حفلة نار. ما سمعتهاش؟ تدني والانحطاط والذوق العام، أنا ما بسمعش الترهات دي. ترهات؟ اه. أنا شفت السحنة دي فين قبل كده؟ سيادتك بتشتغل في مكتب تموين؟ تموين؟ مين؟ تموين؟ ها؟ لا. سيادتك بتشتغل في مكتب سجل مدني؟ مدني؟ مين؟ مدني؟ ها؟ مدني. لا. يبقى سيادتك بتشتغل في مكتب يعني مفروشات بالتقسيط المريح والحاجات دي؟ مفروشات؟ تقسيط؟ ها؟ لا مش مريح. مين؟ مش مريح. ايوه. يبقى حضرتك من الناس الطيبين اللي بيسددوا الديون عن الغلابه الغارمين، صح؟ غارمين؟ غارمين؟ ها؟ مين؟ لا برضو؟ طيب يبقى معنى كده يعني اسمح لي، انا وانت لم يلتقي وجهانا من قبل على الاطلاق، تاكد. ايه ده انت بتغلط ولا ايه؟ خلي بالك انا ممكن ازعلك زعل وحش قوي. يا اخي الفاضل، يعني ان اخطئ فهذا شيء وارد، لكن ان اكون سفيها فهذا هو الخطأ الذي لا يجوز. كده تعدل في الكلام. كمل يا ابني اللي بدأناه، وبناء عليه نرجو من سيادتكم المعاملة بالمثل بما أوردناه في أول الخطاب بخصوص ليلى ربيع عبد التواب. نرجو المعاملة بالمثل. يا اخي انت بتكررها تاني، اسمها المعامله تا ايوه تا 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 تا. ليه؟ ليه؟ لان هنا موقعها في الجمله مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. فتحة. تبقى كده المعامله تا. تا وبالمثل ليه. ليه؟ لان موقعها في الاعراب هنا انها بعد الباء اسم مجرور بعد الباء وعلامه جره بالكسره. ده انت مدرس لغة عربية بقى. بالظبط كده، وليا كل الشرف. يعني بتتحدث العربية بطلاقة. لا بطلاقة ما ينفع اللغة دي معانا هنا خالص على فكرة. يعني بقول لك ايه يا بلدينا، لازم يبقى هنا بقنا واحد، يبقى الكلام زي بعضه، تتكلم زي ما بنتكلم عشان نفهم بعض، عشان نعدي الايام السوداء دي على خير. حرام عليك يا اخي ما تقولش كده، مفيش حاجه اسمها ايام بيضة وايام سودة، كلها ايام ربنا، لا تسب الظهر. كلها ايام فوشيا. بقول لك ايه يا بلدينا، ترمي في مطرح، مش عايز اسمع وشك ولا اشوف صوتك، ماشي؟ واحنا خلاص اتعلمنا الدرس. تا 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 أنا خسرت كل حاجة، خلاص ضعت، حتى الحارة ما بقاش ينفع أرجعها. دي أم ماهر ممكن تموتني فيها، ما هو أنا اللي غلطانة من الأول، كان لازم آخد كل حقي على بعضه. يا بختك الأسود يا مها. تسمعي الكلام. أنا أصلا واقعة في عرضك. تخرجي من هنا وتروحي على شقة أكرم. أروح فين؟ شقة أكرم، تقعدي معاه وتكلميه وتقولي له إنك أنت عايزاه يقف جنبك. مش هيعرف يبيعك رغم كل اللي حصل. بس ده كان معاها وطردني، ده كان عايز يحبسني. لو عايزة تاخدي حقك تسمعي الكلام، خلاص الحكاية بقت واضحة. يا إما تكملي الطريق للآخر أو تخسري كل حاجة. بس أنا مش عايزة أسيب حاجة. يبقى تسمعي الكلام. حاضر. طب وماهر؟ اعتبري ورقة طلاقك وصلت. بس. يا رب.